المسيار ترى ما في شيء. المسيار مجاز ومتوفر وعندنا بالخليج وبدأ من السعودية وعقبها موجود حاليا وحتى بالكويت عندنا بكثرة، ولكن 3/4 موضوع المسيار مع كل الأسف بالذات من النساء أو بعض الرجال اللي يقبلون على المسيار طبعا مو فاهمينه ولا فاهمين شروطه ولا فاهمين شو اللي فيه الحلال والحرام اللي فيه ولا شيء ولا هذه. فبعض النساء تقول لك أنا أبي مسيار ولكن بدون علم من هو؟ علم أهلي. وحنا نقول لها بالطريقة هذه، نقول لها لا ما يصير بدون علم أهلش، لا ما يصير. هو حنا نبي بهالمسيار هذا، ولكن أهم شيء أبي أنا علم أهلش، لازم يكون بعلم أهلش، بعلم أبوك، بعلم أكبر إخوانك، بعلم ولدك، بعلم أحد من أهلك. أما بدون ولي لا ما يجوز. زين. فبعض الرجال شنو يقول لك أتمنى أني أحصل مسيار وحتى لو أنها بدون ولي. زين ولا لا؟ فأقول له يا أخي العزيز، تقبلها لإحدى بناتك تاخذ مسيار من غير علمك؟ فأني يقول لي لا. فأقول كيف تحللها لنفسك وتبهل نفسك أنت وتحرم واحدة من خواتك ولا بناتك إنما لو تقدم له واحد مسيار ليش ما تعطيها؟ قال لا. قلت طيب هو نفسه كذلك. طلبات لا كثيرة. عندي الكويتيات الحين لحد الآن وصل عددهم 1000 امرأة كويتية متقدمة، ما بين عوانس وما بين مطلقات وما بين أرامل وما بين أبكار. اطلع للخليجيات حوالي تقريبا 200، اطلع للبدون حوالي تقريبا 400، اطلع لأبناء الكويتيات حوالي 200، اطلع لاخواننا المقيمين عيالنا وربعنا واهلنا وجماعات اللي هم عايشين عندنا وبيننا، هذول المقيمين اللي هم عندهم اقامه تقريبا حوالي 200. يعني هذا انا اتكلم عن النساء. الرجال ما يقارب حوالي 3000. اي 3000، ولكن اغلبيه هذول اللي موجودين اغلبيتهم متزوجين بالضبط ويبي على زوجه ثانيه، وبعض النساء